أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور خالد البوهي عضو اتحاد كتاب مصر. أهلا بك على موجاتنا صوت العرب. أهلا وسهلا بيكي وكل المستمعين. في البداية عايزة أعرف رأي حضرتك في لا الناهية. لا النهاية شيء مش جميل أبدا. أنا في تصوري وربما كثير من الشعراء يتصورون هذا الأمر، إنك تحب إن المجتمع يمشي في حالة من السلاسة، تحب التناغم، إن كل حاجة تيجي في مكانها بطريقتها، بسلاسة، بموسيقية. لأن هي معناها إن أنت يعني في حاجة ما عجبتكش. انا ما احبش ان الامور تصل الى درجة اني اشوف حاجة مش عجباني فابدأ اقول لا ما تعملش كده، او لا دي غلط، او لا لا تفعل. لا يعني المجتمع بيكون اجمل في ظل اليوتوبيا او المدينة الفاضلة او المثل الاعلى، او يعني ربما لو شخص ما وجه لك لا الناهية في شيء معين، هل انت بتتقبله بصدر رحب ولا بتتقبلها بنوع من الحساسية؟ اتقبلها لو هو يعني عنده حق يعني. انما ربما في الشعر او الفن ربما يعني بيبقى فيها نوع من الحساسية من ناحية ان اذا كان هو مخطئ لا يعني لابد ان هو يراجع نفسه كويس، واذا كان هو مصيب فدي هتبقى حساسة عندي ان انا ازاي ان انا اغلط في حاجة المفروض ان هي بتاعتي يعني. امتى نهيت نفسك عن عادة انت كنت معتاد انك تمارسها وجي وقت قلت لها لا الناهية؟ ربما التدخين، لكن فشلت ورجعت لها تاني. لكن يعني في فترة انما ما طولتش بصراحة. لكي تكون علاقاتك بها فاعلية، تقول لنفسك لا الناهية عن ايه على المستوى الشخصي؟ اقول لنفسي لا تضييع الوقت. تضييع الوقت، احنا وقتنا ساعات بنهدر يعني اوقاتا ثمينة. ربما انت لو استغلتها في قراءة جيدة او في متعة حقيقية، يعني بمعنى مثلا حتى انت لو قعدت تسمع موسيقى بس لغرض سماع الموسيقى مش لغرض تضييع الوقت. تلاقي واحد قاعد وعمال وموسيقى شغالة، لا اما اقعد استمع الى موسيقى هتبقى جميلة. فاحنا الوقت عندنا يمكن ملوش قيمة شوية، واحنا يعني مش عارف، انا بشوف ان الوقت ده من عمر الانسان ومن زمن الانسان كده وبيتساقط زي الورق. لا ما ينفعش ان احنا نضيع اعمارنا في اشياء لا تستحق. دقت ساعة العمل الثوري كفاح الأحرار، تعلن زحف الوطن العربي في طريقه الجبار. الثوار هم الشعب والأحرار، هم الشعب والثوار هم الشعب والأحرار، هم الشعب عارفين المشوار. متى تكون لا الناهية ليس لها وجود في حياتك؟ في اليوتوبيا طبعا او المدينة الفاضلة طبعا. الكلام ده احنا بنقول هذا ما نتمناه، انما طبعا ده ما بيحصلش. يعني في الواقع في لاءات ناهية، ده في الواقع. بالاضافة كمان الى ان الانسان لابد ان هو بيعاتب نفسه بين الحين والاخر، او اللي هي بيتقال عنها النفس اللوامة مثلا. انت ما فيش انسان فاضل بنسبة 100%، ما فيش انسان سيء بنسبة 100%. قليل دايما الوسط بيبقى هو الاكتر، او الخليط هو الاكتر. الخليط اللي هو فيه خير وفيه شر، فيه اسود وفيه ابيض. فلاسفة اتكلموا عن كده وقالوا حاجة زي كده. لكن انت بيغلبك ايه؟ انت الاكتر فيك ايه؟ الخير ولا الشر؟ اذكر ويعني يمكن ده بيفكرني بابيات ايليا ابو ماضي الشاعر الكبير، ما بيقول انني ابصر في نفسي صراعا وعراكا، وارى ذاتي شيطانا واحيانا ملاكا. هو بالفعل النفس البشرية كده، انما هو بيبقى ملك امتى؟ اما بيبقى الخير فيه اكتر. بيبقى شر امتى؟ طبعا
اذا لابد يبقى فيه لا نهاية هنا. هو لان في جزء شيطاني لابد هيبقى يقول له لا لا لا. اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضميري الحر. الدكتور خالد البوهي عضو اتحاد كتاب مصر، كم مرة استخدمت لا نهاية في مجال عملك؟ كتير. يعني هو لا نهاية اصل المشكلة ان احنا دلوقتي في عبثية يعني مفهومة مضمون قيم كبيرة حدث فيها تحولات وحصل فيها تغييرات. المجتمع المصري يمكن محتاج اعادة صياغة مرة ثانية، محتاج مش عارف اعادة تهذيب او اعادة تقويم. هذا التهذيب وهذا التقويم وهذه الصياغة اعتقد انها محتاجة لاءات نهاية كتير. على مستوى الوطن العربي او على المستوى العربي، ما هو الشيء اللي تحب تقوله لان هي لكي تكون الدول العربية عربية واحدة ونسيج واحد؟ لا لتمزيق الوطن العربي وتفتيته. يعني احنا بنمر فعلا بأزمة شديدة، ان احنا العرب حتى مش عارفين ياخدوا قرار. العرب متفرقين متشرذمين. شيء يمكن بيوحدهم يمكن جامعة الدول العربية وإذاعة صوت العرب. يعني يمكن احنا النهاردة عايزين الدول العربية تعود مرة تانية ان يبقى في نوع من المودة والمحبة، ويعود تاني. كنا بنشوف حتى أعمال فنية مشتركة بين العرب. كنا بنشوف نجيب الريحاني مثلا كان أصله عراقي في الأصل. كان في فنانين إيليا أبو ماضي اللي أنا قلته من شوية ده قعد فترة في مصر واستقر فيها وكان بيحب مصر. وكان عندنا ناس في خليل مطران الشاعر اللبناني كذلك الكبير، وحتى لدرجة انه قالوا عنه شاعر القطرين اللي هم اللي مصر والشام. فاحنا يعني وده كان دور ريادي دايما على مصر. احنا نتمنى ان هذه الايام تعود مرة تانية، تعود بطريقة عصرية. احنا مش بنقول تبقى دولة واحدة ولا حاجة، بس يبقى في يعني اوروبا مثلا عندها اليورو دلوقتي، وعندها وعندها في السوق الموحدة. يعني في صياغات كتيرة موجودة يعني. انما ما مش لازم يبقى في قالب يعني جامد اللي هو هتبقى دولة واحدة. مش دولة واحدة ولا حاجة، انما يبقى فيه نوع من التناسق والتناغم بين الدول العربية اللي احنا حاليا بنفتقده. فيبقى لا للانقسام والتشرذم. الدكتور خالد البوهي عضو اتحاد كتاب مصر، ما هي السلوكيات الموجودة في نطاق الشارع المصري وتحب تقول لها لان هي؟ البصق على الارض صراحة عادة سيئة جدا. البصق على الارض. تلاقي الانسان ماشي كده وانسان محترم وحلو وشكله جميل جدا وهو هوب مش عارف يعني شيء سيء جدا يعني. او كده تلاقي انت قاعد كده وبرضه راجل محترم كده وكويس وتمام ويلعب في مناخيره ويلعب في ودنه ويلعب مش عارف. يا جماعة يعني مش يعني هذه الاشياء بالذات اللي هي موضوع البصق على الارض يعني شكل غير حضاري بالمرة في اي دولة في العالم. تشوفش انت هذا والقاء القمامة يا دكتور وتظاهرات والاعتصامات القاء القمامة طبعا. انما يعني موضوع الاعتصامات والتظاهرات احنا بندعو لترشيدها. يعني ما يبقاش ان في كل حاجة طبعا. يعني تخيل انت يعني رايح مشوار مهم جدا، رايح لطبيب او رايح حاجة مهمة جدا ولقيت الطريق مقفول. الطريق المقفول ده ممكن يكون انت قافله في حقيقة الامر على حد يخصك جدا. انت السواقين النقل العام عملوا اضراب وكده. انت من الممكن ان في ناس فقيرة بالفعل محتاجة لهذه الوسيلة الرخيصة، ونتيجة لذلك انت حملته اعباء زيادة جدا يمكن هو ما يقدرش عليها نتيجة لهذا الاضراب مثلا. انما طبعا هو ده من حيث برضه احنا بنتكلم على الجانب السلبي للاضراب، لان المفروض لابد ان اي انسان قائم
على تنظيم اضراب لابد انه ينظر للجانب السلبي. الجانب الايجابي ان هو راجل مظلوم وانا معاهم، انتوا مظلومين، الاطباء عاملين اضراب صح، حقهم، لكن بص للجانب السلبي من الاضراب. لابد انت عشان انت بتنظم اضراب بص انا راجل مظلوم في المجتمع وبعمل اضراب، لكن بص لازم تبص على الجانب السلبي عشان تعمل ترشيد لهذا الاضراب. يعني انا مظلوم بس ما اظلمش. هي دي النقطه، هي دي النقطه. الدكتور خالد البوهي عضو اتحاد كتاب مصر، تسمح لمين يقول لك لا الناهيه؟ لا انا اسمح لكل الناس طالما لا الناهيه بموضوعيه، انا يعني اتقبلها بصدر رحب يعني. لكن زي ما قلت لحضرتك ربما في الفن والشعر والادب ربما اتقبلها، ولكن بتألمني. اذا كانت صح يبقى فعلا انا في حاجه غلط في هذا الامر. هل ندمت على نهي لنفسك وقلت ما كانش المفروض اقول لا الناهيه في هذا الشيء؟ والله لا الناهيه لا هندم ليه، لكن هي الفكره ان هي يعني دايما النفس التي يعني تحب انها تصل الى درجة الانصاف. انا احب دايما اني انصف نفسي من نفسي بداية يعني، قبل ما انصف نفسي من الناس يعني، وانصف الناس من نفسي. انا يوم ما بقول لنفسي لا، انا في حقيقة الامر ببعد نفسي عن الغلط، وهذا يكفيني يعني. لا الناهية. يقولها ضيفنا لسوزي ثروت.